الغرفة 7 وسر أهلية التاجر. القصة بتحكي عن شاب اسمه سالم دخل مكان غامض اسمه الهيئة العليا للتجارة عشان يواجه اختبار واحد هيحدد مصير مشروعه كله. أولاً، المواجهة. سالم لقى نفسه قدام باب مكتوب عليه الغرفة 7. لما دخل شاف لجنة من 3 متخصصين في القانون التجاري. رئيسة اللجنة ابتسمت وقالت له: قبل ما تاخد الترخيص في سؤال واحد بس لازم نجاوبه سوا. هل عندك أهلية التاجر؟ وضحت إن أهلية التجارة دي ليها قواعد خاصة ومختلفة تماماً عن أي أهلية تانية في القانون. ثانياً، أول شرط وهو السن. رئيسة اللجنة فتحت ملف وكشفت عن أول قاعدة. قالت له إن القانون المصري بيشترط إن الشخص لازم يكون بلغ 18 سنة كاملة عشان يقدر يمارس التجارة بنفسه. في اللحظة دي سالم اطمن لأنه أكبر من 18 سنة. وأخيراً، الاستثناء. للقاعدة دي اللجنة شرحت له مصير اللي عمرهم أقل من 18 سنة. القاعدة الأساسية بتقول لا يجوز لهم مباشرة التجارة، لكن في استثناء. ممكن يعتبروا تجار لو في إذن من المحكمة أو لو الولي بتاعهم هو اللي بيدير تجارتهم وأموالهم. حكاية سالم بتوضح إن أول خطوة لدخول عالم التجارة ليها بوابة رسمية، والبوابة دي هي السن القانوني. باختصار، التحول لرائد أعمال مش مجرد فكرة وشغف، دي خطوات قانونية بتحدد مصير مشروعك كله.